هناكل ايه النهارده؟ السؤال ده محير كل الستات. هناكل ايه النهارده؟ هناكل ايه النهارده؟ حيره حيره خالص ودوشه في البيوت، وتلاقي الست دايما اعصابها تعبانه ومتضايقه بسبب سؤال هناكل ايه النهارده. الموضوع ده مضايقني قوي زي الدبانه اللي مضايقاني دي برضه. مش عارفه، سايبه الدنيا كلها وماسكاني انا. نبدا بقى مع بعض ونسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. النهارده هنتغدى ايه كل يوم هنسيستم نفسنا ازاي؟ طب السؤال ده محير الستات كلها ليه؟ انا اقول لكم محير الستات كلها ليه. كنا الاول نعمل ايه لما كانت ايام اهالينا زمان؟ الله يرحم امي بقى ويخلي لكم امهاتكم يا رب. عمرنا ما سالنا امنا احنا هناكل ايه النهارده. احنا مفيش، عمري ما شفت ابويا بيقول لامي هو انت النهارده هتعملي لنا غدا ايه، ولا عمر امي سالتنا احنا النهارده هنتغدى ايه، ولا الكلام ده خالص. انما احنا دلوقتي البيوت كلها الام تخرج تسال ولادها هنتغدى ايه النهارده يا ولاد. كل واحد يقول راي، الزوج بيقول راي، الولاد بيقول راي، والبنات بتقول راي، الكبير بيقول راي والصغير بيقول راي، ومفيش حد بيجتمع على راي بيعجبه. كل واحد مش عاجبه حاجه، وتلاقي الام دايما محتاسه في النص. احنا بقى كنا زمان الساعه 3 العصر تلاقي الاكل محتوم. الام احنا ننزل على المدارس او حتى لو في الاجازه احنا نبقى قاعدين بنساعدها في طلبات البيت وهي تاخد بعدها كل يوم تنزل السوق. كان زمان الستات نشيطه، علشان زمان ما كانش تلاقي الام دمها محروق، تلاقي كان دايما الاولاد متربيه زياده عن اللزوم، تلاقي دايما الزوج كان هادي، تلاقي المتطلبات كانت اهدى من كده. فدايما كنت تلاقي الست رايقه ومزاجها رايق، تنزل سوقها كل يوم وعندها طاقه انها كل يوم تروح وتيجي وتعمل كل حاجه. فكانت تسيب ولادها وتنزل على السوق تجيب طلباتها، تدخل على المطبخ تعمل لها كوبايه شاي حلوه وتقف تعمل الاكل بمزاج. اذان العصر يدن الاب يصلي تلاقينا كلنا التفينا حوالين الطبليه وقعدنا كنا وحمدنا ربنا والحمد لله، وكلنا بناكل صنف معين اللي امك كانت بتعمله، مش بقى تلاقي صنف وصنف وصنف. فدلوقتي بقى لما نيجي بقى على الاكل تبص تلاقي مثلا كارثه لو الام طبخت لوبيا ورز، يا خبر ابيض، تلاقي العيال هيقوموا يلبسوا اسود عشان احنا هناكل لوبيا ورز. طبعا الولاد بيستغربوا، مش عايزين سبانخ، مش عايزين قلقاس، لا 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 احنا مش عايزين لوبيا، لا احنا مش عايزين فاصوليا، احنا مش بنحب الحاجات دي. ولو اجتمعوا على اجمل اكله الناس كلها بتحبها اللي هي المحشي، طبعا ده طبعا الكينج زي ما بيقولوا المحشي ده بقى، تبص تلاقي بقى العيال دلوقتي بقت فزلوكه، يقولوا لك ايه لا 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 انا ما باكلش محشي البتنجان، وتلاقي اللي يقول لها على فكره يا ماما انا بحب الكرنب كتريه، واللي يقول لها على فكره انا بحب ورق العنب ممكن تعمليه. تبص تلاقي علشان تعمل لك محشي عايزه تعمل كذا صنف. زمان كانت تعمل حله الكرنب وتقلبها في الصينيه الكبيره وكل العيال تفرح. لما كنت اجي من المدرسه زمان وانا صغيره في ابتدائي كنت اطلع السلم، احنا كنا ساكنين في الدور الرابع، كنت اطلع السلم كده وانا طالعه اشم ريحه المحشي مفحفحه قوي، اقول يا سلام على الفرحه، ده شكل امي عامله لنا محشي النهارده. ولو طلعت مش امي وطلعت اي جاره برضه هاكل محشي، لان كان زمان لما حد بيعمل محشي ولا حاجه بص تلاقيها بتخبط عليك وتقولك خدي يا طنط او خدي يا خالته ماما بعتلك طبق المحشي ده. ونفس الكلام مامتك لما بتعمل محشي بتلاقي الطبق حيران على البيت كله، ده طالع وده نازل، الطبق ما بيتحطش في المطبقيه، اللي رايح واللي جاي لفوق وتحت. الطبق ده بقى يا اما فيه بسبوسه، يا اما فيه حلويات، يا اما فيه محاشي، اي اكل انت عاملاه بتبعتي للجيران. فكانت الحياه زمان سهله. انما دلوقتي احنا حتى ابسط شيء هناكل ايه النهارده، الموضوع ده بقى مسبب لنا يا جماعه مشكله كبيره جدا. دلوقتي لما بتلاقي فيديو فيه منيو الاسبوع الناس كلها بتجري عليه عشان عايزه تاخد فكره. طب انا هقول لكم على حاجه، انا اعرف ناس والله العظيم علشان خاطر الرز هياكلوا النهارده، مثلا باباهم قال لهم ايه، احنا النهارده انا نفسي اكل رز واحده وواحده قوي، تطلع بنته تقول له لا 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 انا بحب الرز ابو شعريه، تلاقي الام عملت حبه واحده وواحده وعملت حبه رز بشعريه. طب ده ازاي يا جماعه؟ ده الموضوع ده ازاي؟ معقوله الاولاد بقت مغلبانا كلنا كده؟ بقت مغلبه، ربنا يخليهم ويهديهم، بس الموضوع ده بقى في البيوت كلها. محدش يقول لا انا والله الاكل اللي بحطه ولادي بيقولوا عليه شكرا، لا ابسولوتلي.
مفيش الموضوع ده. كله بيفضل يقولك انا ما باكلش كده وانا ما بعملش كده. فتلاقي الغلب ده كله شايلاه الام، وتلاقيها يا عيني مودها بيقفل، وتلاقيها مكشره، وتلاقيها نازله السوق قافله حواجبها ومتضايقه، وممكن تروح السوق تفضل تلف كذا مره علشان ما بتبقاش عارفه تجيب ايه. وكمان هنا البركه بتقل. طب البركه بتقل في ايه؟ البركه بتقل في الفلوس، عشان انا بعمل كذا حاجه. عشان انا لو جيت طبخت، بنتي هتقول لي لا يا ماما ممكن تشوحي لي حتتين كبده كده، انا مش عايزه اكل لوبيا ورز، انا مش عايزه الكلام ده. فتبص تلاقي الام بتبقى محتاره تعمل ده ولا ده ولا ده، حتى لو معاها بتبص تلاقي البركه بتاعتها بتقل. كان زمان الامهات تحوش تجيب طقم سرير جديد على العيد، تجيب سجاده حلوه، تجيب لنفسها حاجه كده جميله تحبها، دايما تجدد في بيتها. كان في الكنب الجميل ده كانت الام تحوش تجيب فرش جديد على رمضان، على العيد، على المواسم، لان كان بيتفضى مثلا معاها. وهقول لكم برضو كنت بتقول زمان الحاجه رخيصه، بس كان برضو كان بالنسبه للاهالي برضو الحاجه برضو كانت زمان غاليه بالنسبه لهم، حتى ولو كانت رخيصه اهي برضو كانت على قد فلوسهم، بس كانوا بيقدروا يدبروا ويوفروا. انما احنا دلوقتي ما بنقدرش ندبر ونوفر، لان حتى لو الحاجه غاليه الاولاد مغليينها اكتر. نيجي بقى هنا لنقطة الفطار. يعني احنا اتكلمنا في نقطة الغدا، الموضوع صعب بسبب ايه؟ بسبب ان كل واحد ليه متطلب في الاكل، وان الام بتسأل. طب احنا نحل الموضوع ده ازاي؟ انا نفسي يا جماعة ما نسألش، وانا واحدة من ضمن الناس نفسي ما اسألش ولادي انا هعمل اكل ايه. نفسي ادخل المطبخ اللي عندي اطلعه اعمله احطه لهم على الاكل. لازم نحل المشكلة دي، لازم نوجد حل للمشكلة دي. انت وجدي حل وفكري، وانا هوجد حل وافكره وهقوله لكم برضو. فكلنا لازم، واللي عندها المشكلة دي تكتب لي في الكومنتات وتقول لي اذا كانوا ولادها مغلبينها في موضوع الغدا هناكل ايه النهارده. اكتبي لي برضو وقولي لي. نيجي بقى لموضوع الفطار. الموضوع ده يا جماعة برضو مشكلة. كان الاول لما نيجي نفطر نصحى الصبح بدري، امنا كانت تخش تنده على كل واحد يلا قومي، هي يلا قومي. طالما هي صحيت وباباكي صحي كل البيت بيصحى. انما دلوقتي تبص تخش الصح البيت تقولك لا انا مش هقوم دلوقتي، ماما لو سمحت اقفلي النور بعد اذنك واخرجي، انا مش عايزه انام دلوقتي، انا مش عايزه اقوم دلوقتي. ليه؟ ما سهرانه طول الليل على التليفون، قاعده طول الليل بتتكلم مع اصحابها، قاعده طول الليل بتتفرج على التلفزيون. احنا زمان ما كانش عندنا الموضوع ده، احنا زمان كانوا بيناموا كلنا ننام. دلوقتي طبعا احنا لو هننام هما بيبقوا صاحيين فبيناموا على الصبح. تيجي انت بقى تصحيهم عشان الفطار يقولوا لك لا احنا مش هنفطر دلوقتي يا ماما، احنا مش حابين ان احنا نفطر. ولو واحده صحيت بقى منهم تعالوا عشان نفطر يا جماعه، انا حضرت الفطار، تقولك لا يا ماما انا مش عايزه افطر، انا هشرب نسكافيه، انا هعمل لي فنجان قهوه كده صغير، كوبايه قهوه تفوقني. وتيجي بعد شويه تقولك انا هاكل سندوتش جبنه، انا مش هاكل. وتلاقي قعدت ما فطرتش. تلاقي حد تاني بقى ماما لو سمحتي قلي لي بيض عشان انا عايزه افطر. تلاقي الام قايمه قاعده لكل الاولاد، وتلاقي البنات كبيره والشباب، والام دايما يا عيني مظلومه. الام بجد مظلومه، مظلومه جدا. وبحس ان الام الاولاد بيحبوها وزوجها بيحبها ويقول لها انت عمود البيت، والولاد نفس الكلام، بس على مدار اليوم بقى هي مش عاجباهم. لو قلت في حاجه او اتضايقت او اتعصبت، ايه ده ماما دي دوشه، هما بيقولوها من نفسهم من جوه. ماما بتدور على النكد بمنكاش. لا، ماما متوتره طول النهار، ماما متوتره بسببكم. فيا ريت كل بنت تسمع الموضوع اللي انا بتكلم فيه، ان هي يبقى عندها الرحمه شويه بامها. المفروض انت تقومي تحضري الفطار مع والدتك زي ما كنا احنا بنعمل. يعني احنا كنا اولاد وبنات ننزل نجيب الفطار ونشارك بعض. منى تعمل لنا فول وطعميه وجبن وجبنه قديمه وجبنه بيضه، الخيرات الموجوده، بيض مقلي، الكلام ده كله، ويحطوا بقى جرجير وخس والحاجات دي. وتلاقي الطبليه او السفره اتملت خيرات ربنا، وتلفينا كلنا حولها، قعدنا كلنا وحمدنا الله وساعدنا مامتنا وشلنا. ايه التغيير اللي حصل بقى؟ ايه التغيير اللي حصل؟ ايه التغيير اللي في الاجيال اللي عمل فيهم كده؟ هل الاولاد ما بتمشيش الا بالضرب؟ مع ان احنا زمان والله ما كنا بنضرب، احنا كنا زمان بالكلمه بالبصه. انا دايما كل يوم بقعد افكر ايه التغيير اللي حصل في ولادنا، ايه التغيير اللي خلى الامهات اعصابها دايما تعبانه. دلوقتي الست تبقى عندها 30 40 سنه، يعني تبقى 37 38
وفي اللي داخله في الاربعينات تعيط من رجليها، تعيط من ظهرها، تبقى قاعده دايما تشتكي من الصداع. احنا نفتكر اهالينا كان يبقى عندهم فوق ال50 سنه والام نازله تقف على طابور العيش، فيها صحه، فيها صحه. مش هنقول من الاكل، لا، ما احنا برضو دلوقتي بناكل، وبناكل بط وبناكل فراخ وبناكل لحمه وكل حاجه الحمد لله. بس الهلاك النفسي، الهلاك النفسي قبل اي حاجه، هلاك نفسي فظيع من الاولاد قبل الزوج، قبل الغلا، قبل اي حاجه. ما بقاش في رحمه، بقيت محدش بيبص للام بعين الرحمه، تحت مسمى يا ماما، امي يا ماما معلش والنبي دوري لي على البلوزه بتاعتي، ماما، امي اعملي لي كوبايه نسكافيه وانت واقفه، ماما حضري لي، مش ده ما ينفعش. احنا زمان ما كناش نجرؤ، ما حدش كان بيجرؤ يقول لامه الكلام ده كله. الام كانت تعمل هي صينيه الشاي بلبن بالليل خلاص، مفيش بقى طول النهار ماما اعملي لي شاي، مفيش قومي اعملي لي مش عارف ايه، مفيش يا ماما سخني لي، كل الكلام ده ما كانش موجود. دلوقتي كلمه هناكل ايه النهارده دي، عايزه اقول لكم هناكل ايه النهارده دي بقت قنبله كده، كل يوم تقع على دماغ الست ومش عارفه تعمل ايه، في ظل كمان الغلا اللي احنا فيه. يعني مشكله هناكل ايه النهارده مع الغلا اللي احنا فيه، مع ان كل واحد باكله، مع ان السبانخ عندهم بقت مصيبه، اللوبيا عندهم بقت كارثه، صينيه البطاطس ممكن تكون مقبوله، المكرونه البشاميل هناخد شوكه ومش عاجبنا، لا مش عايزين نكتر. فالام هتعمل ايه؟ هتمشي على ايديها في البيت؟ الموضوع بقى صعب. فلازم كل ام فينا تقعد تخطط، عشان كده حياتها عماله تجري، وحياتها بتجري من تحت ايديها وهي مش عارفه بتعمل ايه. تبص تلاقي نفسها وقعت مره واحده وحياتها بقت صعب. فانا عايزه اقول لكم يا جماعه احنا لازم نفكر ولازم نشوف حل للموضوع ده. طبعا انا النهارده ما قلتلكوش المنيو، بس احنا كل واحده بقى فينا لو وصلت معايا لاخر الفيديو تكتب لي كده كل اسبوع هي ايه اكتر اكله مفضله عندها، طبعا غير البانيه والمكرونه. تكتب لي الاكله المفضله عندها في الكومنتات وتقول لي هي بتحب تعمل اكل ايه، ونفيد بعض يا جماعه بمنيو الاسبوع. اتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.